السلام عليكم البنات، واش راكم؟ واش احوالكم؟ نتمنى تكونوا كامل لاباس وانتم تشوفوها في هذا الفيديو. مرحبا بكم، مرحبا باللي دخلوا معنا جدد. عائلتنا راها كل يوم تكبر. شكرا شكرا لكل وحده راها تخلي لي تعليق. الآن جيتكم بروتيني في بيت أهلي، وحبيت نبدأها لكم بركن العبادة. إن شاء الله ربي، اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. قولوا آمين يا البنات. وهنا راني نحاول أنني سورة البقرة ندير لها كيما نقولوا يوم ورد في اليوم نتاعي. نحاول أنني ما نتركهاش، ونتمنى نتوما ثاني يا البنات. هو الكامل القرآن شفاء. أما سورة البقرة وآل عمران قال النبي عليه الصلاة والسلام: أخذهم بركة وتركها حسرة. والله يا البنات، كي تقرأوا سورة البقرة تحسوا بطمأنينة، تحسوا بالبركة في اليوم تاعكم. نحب نبدأ كما نقولوا اليوم نتاعي بهذا الورد، ونتمنى نتوما ثاني يا البنات تعاندوني في هذه الفكرة. وإن شاء الله يا ربي يثبتنا، وإن شاء الله يا ربي يدوم كما نقولوا يدوم علينا هذه العبادة. وهنا يا البنات جيت نشارككم في الأجواء نتاع بيت أهلي. أكيد نتوما ثاني راكم كل وحدة تتلاقاو نتوما وخواتاتكم. هنا بنات أختي شراو الأدوات وجاو يزجعوا فينا بصح. والله يا البنات شعور رائع رائع. نشتي هذه الأجواء ياسر ياسر. هنا راهم كيما نقولوا حطيت لهم كامل الأدوات، وقلت لهم أروحوا نصوروهم ونوريهم لصحاباتي باش يخلوا لكم تعليق. البنات للأمانة لسه راهم سنة أولى، إن شاء الله ربي يثبتهم، وإن شاء الله ربي ينجحهم وينجح كامل وليداتكم يا رب العالمين. والله هذه الأجواء نحس بالحنين، نحس وهنا راهم يسلموا عليكم. قالوا لي صورينا وشوفوا، قولي لهم كيف رانا ماشطين. قلت لهم والله يلا هيا نصوركم. شوفوا يا البنات، هنا راهم مشط لهم وعدلت لهم. الله يبارك، جاو ما شاء الله. نتمنى نتوما ثانية البنات تخلوا لهم تعليق. وهنا راكم عارفين جا دوري في التنظيف، ونهالي كيما انا كي تروح لبيت بويها لازم اي حاجه تتخدم في وجودي طبعا. هنا اختي الصغيره قالت لي الله يحفظك ديري لي ديكور جديد للشومبره تاعي ونقيها لي بالطبع والشان، حطي لي لمستك فيها وديري لي ركن تاع الصالات. قلت لها ما عليا الا هي الحق تاع ربي نعاونها وتعاونني يعني. يا اخي قلت لها والله قنهنيك انايا، انت راحي شدي لنا الكوزينه وانا نهنيك في الصوالح نتاع الدار. شوفوا يا البنات ما نحكي لكمش، حالتها حاله مسكينه ديما الخدمه تجي تعبانه. راكم عارفين حاله الخدامه. اي قلت لها روحي انتي شدي لنا الغداء وانايا من عيوني انني نفض لك بلاصتك ونقيها لك ونبدل لك النفسيه نتاعك. شوفوا يا البنات، اول حاجه رحت نفضت لها السرير نتاعها كيما راكم تشوفوا، نقيت لها كامل من القبره، وعاود درت لها كيما نقولوا بدلت لها كامل الفراش. وللامانه قلت لها نخيط لك زعما اوس وصوالح كامل نخيطهم لها. شوفوا هنا البنات درت لها هذا الاوس وختمت لها هذا المخده. واش رايكم في الديكور تاعها؟ وحطيت لها الزاورة لأنه شوي البرد صراحةً. في دارنا شوي البرد. وهنا قلت لها نخلي لك شغل صوالحك تعود كامل قدامك، الميكرو نتاعها وصوالحها. وهنا بنات اختي هبلوني قالوا لي من غير نعاونوك دبر راسك نعاونوك. يا اخي عطيت لهم وظائف ويا ريتني انني ما عطيت لهمش، عياوني. هنا يا البنات بديت لها بتل كيما نقولوا مسح القبره، نقيت لها كامل المابل تاعها هذا تحط فيه صوالحها، ودرت لها ديكور بسيط وهادئ. هنا راهم بنات اختي ربي يحفظهم راهم يعاونوا فيا، وحده تبخبخ لي، وحده تهبلني، وحده راكم عارفين. خلوا لي تعليقاتكم اللي كيما انايا. والله يا البنات حبيت نبدل لكم شويه الجو، حبيت كيما نقولوا نقول لكم باللي اي وحده راها تروح لبيت اهلها كيما نقولوا تعاونهم، اللي خاصهم تطبق تطبق، اللي خاصهم الغسيل تغسل. والله يا البنات الوالدين كيما نقولوا هذا وين محتاجين باش نرفعوا عليهم الحمل
واللي راهم والديهم موتى والله ان شاء الله ربي كيما نقولوا يرحمهم برحمته الواسعه. والله اللي راها دايره القلب كيما نقولوا على بيت بويها ما تروحش ولا حاجه، نقول لها لا لا، روحي تفقدي وكيما نقولوا وعاوني باللي قدرتي عليه. اذا ما قدرتيش ماده تقدري كيما نقولوا بافكارك بيديك والله يا البنات انايا في دارنا اي حاجه عندهم كيما نقولوا نشارك فيها. هنا يا البنات راني نمسح لها في المرايه نتاعها، شوفوا بهذه الطريقه يعني نمسح فيها. شوفوا يا البنات، هنا شوفوا بنات اختي راهم كل وحده واش راها دير. قلت لها وهنا شوفوا يا البنات جيت الترتيب تاع الخزانه نتاعها، نحيت لها كامل قشها وقلت لها ربي يحفظك نقصي لي من هذا القش، راه عندك قش ما لا يوصف. شديت لها البنات هذه الجهه نتاعها تاع الروبات والحجابات والكيما نقولوا اللباس نتاعها الرسمي، حطيته لها كامل في هذا الاخر، عاود رتبته لها ومسحت لها كامل القبره. وشوفوا هذه الكتكوته الصغيره هي ثاني تهبل فيا معاهم، صورتها لكم باش تشوفوا باللي راه كي نعودو نخدموا في الخدمه راكم عارفين عندك اللي يعاونك واللي يقفض معاك. ربي يحفظهم ان شاء الله يا ربي. شوفوا هنايا البنات راني كيما نقولوا نقفض. هنا درت لها صبابيطها وصوالحها كامل تاع الصواري. وهنا عدلتهم لها كيما نقولوا مليح مليح. اول حاجه نقيتهم لها بالبرودوي، مش عارف لقيتها هي شاريه هذا البرودوي. شوفوا الفيديو هنا راني عاودت عدلتهم لها لانه ماهوش جاي طويل، جاي قاصف وكيما نقولوا عاودت برك رتبتهم ونقصت منهم. وهنا شوفوا يا البنات الكارثه الكبيره عندها واحده القش. تميتي البنات نعاود ونقي. هنا جيت نرتب لها في الحوايج تاعها تاع الكوسميتيك. قلت لها كيما نقولوا خلي هذاك الصاك تواليت تاعك يعني ديري كيما نقولوا صوالحك كامل فيه اجملي فيه. وقالت لي معليش ديري كيما نقولوا الذوق نتاعك والراي نتاعك. والله يا البنات هذا الفيديو راه برك للتنشيط باش نحفز خواتاتي، وكيما نقولوا مش شرط في بيت الاهل، قادره في اهلها في بيتها كيما نقولوا تخدم. شوفوا كيفاه رتبت لها الخزانه ما شاء الله، وقلت لها لازم تحافظي على هذا الترتيب. شوفوا يا البنات هنا راني رتبت لها الخزانه ما شاء الله وارواحوا. شوفوا يا البنات النتيجه النهائيه. هنا درت لها ركن الصلاه، هذاك البوكي تاع الورد درته لها في الكوان، قلت لها هاك باش تصبحي به. وشوفوا يا البنات يا محلى نبقى يا لو كان يبقى. شوفوا النظره النهائيه للشومبرا ما شاء الله. الامانه يا البنات نقيتها ورقدت فيها الصراحه ما شاء الله. شوفوا يا البنات روعه روعه. هنا درت لها صوالحها، وهنا الفنجان تاعها تاع القهوه اللي ما يخطيهاش، وهنا درت لها المرايه في الكوان. وشوفوا الخزانه تاعها كيفاش رتبتها لها ما شاء الله. والله عجبتها النتيجه وفرحت بيها، اكيد تفرح بها، مش هذه الخدمه كاع ما تفرحش بيها. وهنا درت لها الصوالح. اما الباب الثاني والاخر عجزت باش نوريه لكم. هنا حبيت نشارك برك مقتطفات من روتيني في بيت اهلي، ونتمنى نتوما ثاني يعجبكم. اللي عندها خط اللي عندها تنطق لها صوالحها وتقفض لها. وهنا يا البنات جا دور التعطير، عطرت لها هذه خادمتها هي الريحه، عطرت لها مكانها، عطرت لها ذاك البوكي تاع الورد ورقدت فيها. شكون اللي كيما انايا كتروح لبيت بويها تقضي لها مصالحه، الدار اللي نقيتها نرقد فيه. وهنا يا البنات انا نخدموا الماما في كونتيتي كبيره تاع كاطو. اكيد راكم عارفين الدراري يحتاجوا الفطور تاع الصباح، وخاوتي كي يروحوا يقراو ويخدموا. يا اخي انا وشهد خدمنا لها كونتيتي كبيره، انا متعاونين انا وشهدود. هنايا قلت لها روحي نخدموا مع بعضاتنا باش ما نحسوش بالتعب. خدمنا لها كونتيتي كبيره نتاع قالات. اكيد الوصفه راني رايحه نديرها لكم في فيديو مفصل وحده. وشهد هي اللي تكفلتنا بالعشاء وبالسهرة، وذوك تشوفوا واش طيبت لنا شهدود. من هذا المنبر نقولها يعطيك الصحة المازوزية نتاعنا. وصراحة أنا يا شهد نعتبرها بنتي ما نعتبرهاش أختي. والله يا البنات من تالمو أنها قريبة ياسر ياسر ليا.
وشرطت عليها شرط، قلت لها ديري لنا عشاء كيما نقولوا زين ما تستقديناش. يا اخي دارت لنا الله يبارك. راني نوري لكم هنا في الفيديو، نهضر لكم على الخدمه اللي خدمتها شات وخدمتها انايا. شوفوا الله يبارك، جات كونتيتي ما شاء الله. ثاني البنات ما كبرناش الحبه. الفيديو هذاك اللي كيما نقولوا مفصل على هذه الوصفه، رايحه نحكي لكم عن الوصفه واش فيه. هنا خدمت لنا شهدود الشوربه ودرت لنا معاها ميني بيتزا. الله يبارك، جات واحد البيتزا ما شاء الله تحفه تحفه. ودرت لنا السهره ثاني يعطيها الصحه. درت لنا سهره انا واختي الكبيره وهي والذراري كاملين. حبيت نشارك معكم هذا الفيديو، هذه المقتطفات. ان شاء الله يا البنات يكون عجبكم نوع من هذا الفيديو. وكما نقولوا خلوا لي تعليقاتكم وارائكم، وما تنساوش انكم ديروا لي البارطاج. ربي يجازيكم، وتطلعوا لي القناه وتطلعوا لي المشاهده. هنا خدمتنا لاتاي، شتنا لا كريم ما شاء الله كل خير.